تحية عطيرة. إذا المداخلة بعنوان الخطاب النقدي المعاصر في الحداثة الفلسفي، تابع حضارة اقرأ الحضارة العربية الإسلامية، مقاربة اجتهادية تأويلية. وقد ما يشكل الخطاب النقدي المعاصر حول الحداثة الفلسفية في الحضارة العربية الإسلامية واحد من أعمق التحديات الفكرية التي تواجه الأمة اليوم. فالحديث به مشروع فلسفي غربي النشأة يقوم على العقلانية الذاتية والتقدم الخطي والفردانية والعلمانية. قد دخلت عالمنا العربي الإسلامي عبر بوابات الجيوش الاستعمار والتقليد القسري الإكراهي والأزمات الداخلية. غير أن هذا الدخول لم يكن سلسا، بل أنتج توترا وجوديا بين الأصالة والمعاصرة، بين التراث والتجديد، وبين الوحي والعقل. تتبنى هذه المداخلة مقاربة اجتهادية تأويلية تستلهم روح الاجتهاد العربي الإسلامي التقليدي الذي يرفض التقليد الأعمى ويفتح باب النظر في النصوص والواقع، وتجمعها مع التأويل الهرمونوتيقي الذي يرى النص والتراث ليس جامدين بل قابلين لإعادة القراءة المستمرة حسب سياقات العصر. الهدف ليس رفض الحديث أو تقديس التراث، بل بناء حداثة عربية إسلامية أصيلة تنبع من داخل الحضارة، تجتهد في تأويل معطياتها لمواجهة تحديات العصر دون انقطاع أو انصهار. كيف يمكن تحديد هذه الإشكالية، إشكالية الحداثة في الحضارة العربية الإسلامية وبلورتها وإنجازها واستكمالها؟ وما هي رهاناتها وطموحاتها؟ وما هي أيضا حدودها وتحدياتها؟ إذن هذه مداخلتنا المعنونة الأولى عن هذه المداخلة المعنونة: خطاب النقد المعاصر في الحداثة الفلسفية في الحضارة العربية الإسلامية، مقاربة اجتهادية تأويلية. إذن لا تنسوا أن تتابعونا، سيقع تنزيلها على موقعنا وصفحاتنا في النت. إذن مرحبا بكم وقراءة نافعة، وشكرا جزيلا.